هي الناس بقت صعبه ليه يا ماجد؟ يعني بص، هي الدنيا بقت صعبه، فالناس بالتالي بقت صعبه مع الدنيا. وفي جمله انت قلتها كده حلوه من حبه، احنا بنرغي البشر بشكل عام بقى عندهم هرمونات، مش بس البنات، بنات واولاد وكلاب وقطط وكله بقى عنده هرمونات يا معلم. هو طبيعي ان احنا عندنا هرمونات، بس هي الفكره بقى ان هو بقت تطلع على بعض. كله بيطفح على كله يا باشا، صباح الفل. مفيش حد سايب حد في حاله دلوقتي، محدش بقى طايق حد، كله بقى خلقه ضيق، كله بقى بيفكر كتير، بيحرق. طب ما هو الاساس اصلا ان في الهرمونات دي في حد لعب فيها، يعني ايه بقى اللي لعب فيها؟ في مؤثرات، او محدش لعب في مؤثرات بقى. السوشيال ميديا مؤثر، ان احنا بقى خلقنا ضيق مؤثر، بقيت شايف انه انت دايما متاخر ده مؤثر. لا موضوع البنات اصلا لوحدها ده اكبر مؤثر. يعني هو انا هتبهدل في الحلقه دي. انا ضد الفيمينست. انا هروح في 60 ده. الفيمينست دول مش من اغلب خلق الله، يعني هي بس مجرد الكبت اللي بقى يطلع بدل ما بقى بيتحط جوه، بقى يتحط على البوستات والتويتات. يعني بقولنا بقينا نشوفه يعني، مش بس انت شايف بيفكوا عن نفسهم يعني. هي بس شايف ان العلاقات بين خلاص دلوقتي عشان ترتبط وفي علاقه، الموضوع بقى سوي وسالك وسلس زي زمان. سالك خالص. صباح الفل. في مسميات زي ما انت كنت بتقول، مسميات جديده طلعت خلت المسائل اصعب. يعني العلاقات بقت اصعب، بمعنى ان انت بتشوف انا عايز اتجوز واحده، انا الموضوع هيمر بمراحل كبيره جدا هتخلي الموضوع يفشل يعني. ويفشل لاسباب مش موضوعيه، يعني اسباب مثلا مش في الشخصيه، في صلب الشخصيه، في صلب المستقبل ما بين الطرفين. لا ده هي يعني هيبوظ بسبب مثلا واحد يقول لك اصل انا يعني بان كده ريد فلاج في العلاقه. انت متخيل احنا اهالينا لما كانوا بيروحوا يتقدموا كنا بقى نشوف الشبكه والمهر والقايمه وحاجات وتفاصيل جميله. ده العادي بتاع مؤخر المهر، الكلام اللي دلوقتي لا، احنا بندور بقى في تراست ايشوز، توكسيك، ريد فلاج، جرين فلاج، يلو فلاج، اي فلاج في المعدي في الطريق لازم نبص عليه. باشمهندسه صدقيني احنا مش مهتمين بكل اللي انت بتقول، احنا في الغلط، احنا في الضياع. لو سالت اي راجل انت عايز ايه في الخليقه يقول لك انا عايز اريح دماغي، انا عايز ابقى مبسوط ومرتاح واقعد على الكنبه كده اتفرج على فيلم واكل بيتزا والحياه تقضى. ايه ريد فلاج؟ انت بقى شايف ان المعرفه الزايده هي اللي اثرت بالسلب على البني ادمين؟ 100%. البنات من كتر ما بتتفرج ومن كتر ما بتشوف سوشيال ميديا وبتشوف انفلونسرز وبلوجرز والحياه ماشيه عامله ازاي، بقوا طول الوقت بيدوروا هو انا امتى هبقى كده. ما بقاش في بنت بتصبر على ان هي تتجوز واحد يبنوا حياه مع بعض، هي عايزه واحد جاهز. عايز تتجوز بجد محمد رمضان، عايز تتجوز نجيب ساويرس، عايز تتجوز حد معاه فلوس اللي يوصلني. انا معقول يعني كل البنات ماديين كده؟ مش ماديين قد ما هم مش عايزين يتعبوا في الحياه مع حد. هم شايفين انه الحياه فيها ما يكفي من المآسي. ليه اتجوز شخص افضل اتعب معاه واجاهد معاه وابني معاه واعرق؟ ليه الفرهده دي كلها؟ ما صباح الفل، ما اتجوز حد جاهز، على الاقل جاهز. طب انت كشاب عمال تفكر انا عشان ابقى جاهز مليون في المية انا محتاج معايا مثلا على الاقل 2-3 مليون جنيه. طب اجيبهم منين؟ انا شاب عندي حاجه 20 سنه يبقى عندي معايا الرقم ده منين؟ هو انا مش معاك في ده. يعني في بنات ممكن في كل شيء استثناء. انا بتكلم في الاغلبيه. انا بكلمك حتى على البنات العاديه، يعني الست العاديه خالص هي غصب عنها بتعجب مثلا بالشخص اللي هو محقق حاجات على الارض. يعني محقق حاجات. ليه بقى؟ اقول لك ليه. لان الشخص اللي محقق حاجات على الارض، الشاب اللي محقق حاجات على الارض ده، هي مش بتبص له من نظره ماديه خالص، هي من نظره ذكوريه خالص، من نظره ان الشخص اللي ناجح ده او اللي هو محقق وعنده حاجات وعاملها ومعاه فلوس ومعاه مكانه اجتماعيه وكلام من ده كله، هي بتشوف فيه امان اجتماعي. انا موافق، انا مش معترض ابدا على ده. امان اجتماعي، بالعكس، امان موافق. الشخص ده مساله ذكوريه، ان هو الشخص ده انا هبقى في امان اجتماعي معاه. موافق، بس هنا انت صيغت مضاف ان ده هو بقى شخص هو شخص مسؤول. فدي حاجه حلوه جدا. بس هو مش شرط الشخص المسؤول يبقى يعني انا باني حاجه، بس مش شرط ان انا هجيلك وانا خلاص وصلت للتوب ان انا نجاحي بتاع الحاجه. يا عم دلوقتي عملت شركه حلو، طب انا ممكن اجي اتقدم لك وانا لسه ستارت اب، لسه الحياه طويله قدامي. في بنات بجد بترفض ده، تقول لك لسه هنجاهد ولسه ستارت اب وبيبدا. في بنات دماغها كده. يعني في ما تحبش ده. في بنات تحب اللي هو الشخص اللي هو ايه ده عنده طموح. الله ينور عليك. دول قله نادره بجد تدور عليهم. دول جواهر كده لو انت بتلاقيهم تمسك فيها بايدك واسنانك، لانه مش هتلاقي زيها كتير في الفتره دي بالذات. كل الاجيال اللي جايه اللي طالعه الاندر ايجز اللي عمالين يكبروا، هم كل اللي منفتحين عليه الحياه السهله اللي انت يلا نعمل بروجكت. طب ما هو البروجكت ده محتاج تعب، محتاج فلوس، محتاج مجهود، هياخد سنين. فكره انت ممكن تقعد طول عمرك بتبني بمشروع ما توصلش لقمه النجاح اللي انت عايزه، بس عيالك من بعدك يوصلوا للنجاح ده. هل انت مستعده؟
اعتقد ان في كتير قوي 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 من الاجيال اللي احنا بنشوفهم واللي في سننا واللي اصغر مننا لا مش مستعدين، ما عندهمش، بيخافوا. ايه اللي عزز الخوف ده؟ يعني ايه اللي عزز الخوف عند الناس دي؟ انا زي ما بقول لك في ناس بتستورد الافكار من بره ويصدروها للناس هنا. انا بستوردها من بره وبروح مصدرها للناس هنا بقى من خلال بقى برامج زي دي مثلا، لقاءات تلفزيونيه، لقاءات من الانفلونسر المشاهير، وانا لا انجابيه، انا مش عارف اتجوز، لا ايه اللي اتجوز اصلا انه ما نعمل معايشه مع بعض. وفي اعمال فنيه بتقدم في مصر هنا حاليا منفصله خالص عن العالم المصري والواقع المصري يعني، والناس بتتفاعل معاها. انا فوجئت في رمضان اللي فات الناس كلها قاعده متعايشه مع مسلسل اللي هو الهرش السبعة 15 حلقه، وانا ما اتفرجتش عليه بصراحه لان انا اتفرجت على حلقه فلقيت الناس ملسوعين في لسانها، يعني العيال بيتكلم لجوه كده ويتكلموا هو خلق لك تراست ايشوز ملسوع في لسانه كده، بيتكلموا بلغه اللي هم بيسموها ايجيبت دي، بيتكلم بطريقه غريبه وبيعرضوا عالم هو مش بتاعي اصلا، يعني هو فاهم لا يعبر عني. يعني حتى لما بنتفرج على افلام اجنبي هم بيلغوا الحته دي، يعني تحس انت بتتفرج على مجتمع امريكي أيوة بس تحس ان هو بيعبر عنك لان هو انت هنا بقى تحس ان هو لا ما هو مختلف عنك تماما، ما بيعبرش عنك ولا عن مشاكلك ولا عن المشاعر اللي جواك، هو بيعبر عن فئه معينه وطبقه معينه. وبدا هو يصدر بقى افكار بقى معينه، يعني هو بدا يصدر افكار انه طبعا الكاتبه والكتاب والناس اللي هم شباب اللي هم سكان مثلا احياء زي الاحياء الراقيه في مصر وكده، فهم بيعبروا عن نفسهم. انا بشوف كده، بس الناس العاديه كلها تفاعلت معاهم طبعا. ليه؟ لان هم تم علفهم على مدار سنين من خلال السوشيال ميديا على ان الجواز ده قصه رعب، وان الجواز ده هو مناهض لفكره النجاح، فكره تحقيق الذات وتحقيق الاستقلاليه والكلام من ده، كانه الجواز ده احتلال يعني او استعمار للبني ادم. انا خالص بالعكس، بس دي وجهه نظر، تظل عندي وجهه نظر، كل واحد حر في وجهه نظره. لكن المساله هنا ان بدانا ان احنا نحدد حياتنا كلها على الافكار دي. يعني في واحد ممكن حياته اتدمرت بسبب ان هو اقتنع بالافكار دي. أيوة. في بنات مثلا اتعقدت مشاكل نفسيه خلاص طبعا، وفي تعاملها مع البشر بقى تعامل كله وفيه حواجز كده حاصله، وبنات بتعدي سن ال 30 وسن ال 35 وتقول لك انا عادي يعني لو ما اتجوزتش عن 30 35. طب انت حياتك كده انت منفصله عن الواقع بتاعك، ما هو الواقع بتاعك لن يتقبلك وانت بعد 35 سنه او 40 سنه وما اتجوزتيش، لان ساعتها هيجي لك في الغالب يعني اللي هيجي لك اكبر منك ومطلق وعنده مشاكل او ارمل او ضيعتي فرص، غير ان انت ضيعتي فرص كتيره. جالك شباب كتير حلوين ومستعدين ان هم يقيدوا صوابعهم ال 10 شمع ليكي، وانت رفضتيهم للهواجس دي والافكار دي اللي هي ما كانتش مناسبه ليكي ولا اصلا يعني هي مش معموله ليكي انت اصلا. يعني انت من طبقه تانية ومن ظروف تانية انت خدتيها او اعجبتي بيها لاسباب ضعف في الشخصيه، اسباب يعني اوهام في دماغك خلتك ان انت تضيع حياتك او انت تضيع حياتك برضه. مش بخاطب انا فاهم قصدك مقابل الافكار دي. فانا فوجئت جدا ان الناس متفاعله مع المسلسل، مثلا يقول لك انا شفت بقى انا مش عايز اتجوز ليه؟ عشان اللي شافه في المسلسل. مش هرجع اقول لك يا سامي يعني انت فاهم، يعني انا بقول لك هو شوف الناس تفاعلت مع الحاجه دي، ففي افكار حتى بتغذي الناس دي، بتغذي الشباب والبنات بالحاجات دي. مفيش لسه حد قادر ان هو يوجه الناس ويقول لهم يا جماعه الزواج لا يؤثر على النجاح. صح. الزواج لا يؤثر على النجاح، بالعكس ده ممكن يدفعك للامام. انتوا شركاء المفروض بتكبروا النجاح، يعني انا ناجح وانت ناجحه، تعالي نرتبط نتجوز نكمل النجاح، نكمل الطريق الصح. انا هقول لك خلاص موضوع العرش السبعة او خلاص اصلا التجربه اللي الناس بقت فيها تتلخص في جمله واحده احنا قلناها: الخوف. البنات او الولاد بالذات البنات بيخافوا جدا دلوقتي من الارتباط، رعب غير طبيعي انه حياتها العمليه هتقف وكل حاجه هتقف، وانت هولاكو اللي هيجي يسيطر على حياتي. بس هو الموضوع جاي منين؟ زمان لما كان الناس قبل السوشيال ميديا وكده بيطلقوا او بينفصلوا ما كناش بنعرف، يعني بالصدفه بنكتشف. يعني السوشيال ميديا بقت انت يوميا بتشوف كم مشاكل من الطلاق والانفصال و انت قاعد طول الوقت منفتح على ده. انت قلت جمله حلوه قوي، انت بتتعلف ده، انت مش بتدوق، انت بجد بتتعلف زي الحيوان، بتشوف حاجات غريبه. ما تقنعنيش ان واحد بعد كل يوم بيقضي قد كام ساعه على السوشيال ميديا في كام سنه في حياته يجي بقى عايز يرتبط ويتجوز، او هي عايز ترتبط وتتجوز، مش تفتكر كل المشاكل اللي هي بتقراها على السوشيال ميديا وكل مشاكل الانفصال والطلاق، فغصب عنها بيبقى مش خوف، ده رعب، ده بقى مرض، ده محتاج مرض يحتاج يتعالج. وغالبا انت تروح تتعالج عنده، هو عنده نفس المشكله اساسا، فهو ما حدش يعرف يعالجك من حاجه كلنا متصابين بيها، كانه فيروس برد كلنا اتصابنا بيه زي الكورونا كده. مصر كلها اتعالجت كورونا
خلاص مبقاش حاجه. ده هتقدر تكسر الخوف ده ازاي؟ انت بقى محتاج واحد يرضي كل التراست ايشوز، المشاكل الثقه اللي عندك كبنت، عشان يقدر يكسب قلبك. يبقى كله جرين فلاجز، وفي الغالب مفيش انسان كله جرين فلاجز، خلينا واقعيين. اكيد انت في حاجات حلوه وحاجات وحشه، انت بتاخدي بني ادم في الحلو في الوحش، اقبله زي ما هو. قرر انك تنجح انت وهو مع بعض، قرروا انكم هتبنوا بيت، وانا باخد بني ادم برضه يعني فيها بالظبط ما هو نفس القصه، انت بني ادم وهو بني ادم. اختاروا انكم تبنوا حاجه صح مع بعض، حاجه صحيه شكلها مناسب، في نجاح هيتبني مع بعض. هو مش هيكمل لك حاجه وهي مش هتكمل لك حاجه، انتوا شركاء. طيب. هي لوحدها حلوه وانت لوحدك حلو. طب انت كماجد شاب يعني، انت لسه ما اتجوزتش، انت عايز ايه يعني؟ ايه البنت اللي انت عايزها او الشخصيه النسائيه اللي انت شايف ان انت ممكن تدفع عليك باب وتقول تمام يعني هي دي اللي حد يكون يعني. بص انا دي انطباعاتي كماجد، متدين، ام لعيالي، يعني ان هي هتبقى بتصون البيت، بتصون العيال، بتعرف تربيهم كويس، متربيه، عينيها مليانه، دي مهمه جدا ماديا ونفسيا وعاطفيا. في بنات كتيره ما بيبقوش عينيهم مليانين عاطفيا على فكره، مش فلوس بس، يعني طول الوقت هي جعانه لمشاعر. ما هو ده مش بنك مشاعر، هو مش هيقدر يلبي كل متطلباتك في المشاعر 24 ساعه في 24 ساعه، هو بني ادم، فاكيد في وقت من الاوقات هيبقى مقفول، هيبقى عايز يريح، هيبقى عايز يفصل. فلازم تبقي فاهمه كويسه قوي انه هو بيشاركك مشاعر، مش جاي يكمل لك جرد الفاضي. لا 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 لا، هي مش كده، عشان دي اسمها، هي دي بقى توكسيك هو ده السموم، هي دي فكره الانانيه في العلاقه، انه لا احنا كده قلبنا ان كل واحد بقى بيصب في جرده للتاني اللي ناقصه. احنا بنكمل بعض، كوبايه ميه دي فيها نص ودي فيها نص، بق من هنا على بق من هنا على بق من هنا، هيفضل النص وهيفضل النص، او هيفضل مليانه وهتفضل مليانه. لكن لو واحد فيهم فاضي، واحد بس اللي عمال يدلق، صباح الانانيه، دي مش علاقه، دي مش علاقه. العين المليانه يعني. الله ينور عليك. ما دي اللي انا بشوف ان هي صفه جماعه معناها اللي انا كنت عايز اقولها. ايوه ليه حلميه. ايوه الصفه الجماعه المعناها دي اللي هي انا بشوفها يعني اول مره سمعتها واقتنعت بيها، وشفت ان هي بقى فعلا هي دي بقى الحاجه اللي هي انا مش مطالب بصراحه ان انا يعني واحد يقول لك انا عايز واحده متدينه. اراء بقى، ما انت ليك اراء. انا هعمل ايه بالمتدينه؟ انا دي وجهه نظر يعني. بتصلي، طب هي بتصلي بس شخصيه مثلا عينها فارغه، تمام، ست محافظه على عاداتها وعباداتها ومحافظه على كل فروضها الدينيه وسننها ونوافلها وفروضها وكل حاجه. طب انا هعمل ايه لو هي مثلا شخصيه مثلا نكديه مثلا؟ صح. لو هي مثلا شخصيه بتبص لغيرها، دي مشكله، دي مشكله رهيبه، دي من اكبر المشاكل. لو هي شخصيه مثلا يعني لو هي مثلا شخصيه مثلا مزينه وكل حاجه بس بخيله، انت فاهم؟ بخيله في اي حاجه بقى، ممكن بخيله مشاعر برضه عادي. كل حاجه. لو لا في بقى صفه دي حاجه لنفسها، يعني التدين ده صفه لنفسها هي، تمام؟ معاك يعني مش شرط ان هي ما تكونش متدينه فان هي تكون مثلا واحده مش كويسه، لا مالهاش. اذا انا بشوف ان اختيار المتدينه ده ان حد راجل بيقول او ست مثلا بتقوله في الراجل مثلا، انا بشوف بصراحه ان هم بيقولوا صفه غريبه جدا يعني. هي اراء بقى، هي اراء. لا انت مالك اصلا، او انت مالك مش كده، بس انت لا هيفيدك بايه؟ هقول لك هيفيدني، مش هيفيدني انا، هيفيد عيالي. ما لو انت اللي بتربي وانا بربي معاكي، لو انت مش متدينه كفايه، طب ما هو العيال هيطلع في حته ناقصه عندهم، طب ليه؟ سيبك مني انا، ما معلش مش هتكمل لي ديني يعني هو مش انا مش متدين، فهي لما تيجي متدينه هتخليني اصلي، لا بس العيال دول انا هسيبهم معاكي، هيبقوا معاكي اطول وقت لان انا في شغل مثلا. مين هيربي؟ مين هيعلم؟ ماشي، انت بتتكلم دي وجهه نظر انا، دي وجهه نظر انا، ان الجيل الثاني هيتعلق بالام وهيتعلق بالاب. لو انتوا الاثنين مش متدينين مش هتحطوهم على الطريق الصح، هيبقى في مشكله، حتى مش بفكره الدين كشعائر دينيه، لا اخلاق الدين، المعاني بتاعت الدين اللي هي الحلوه، لو ما تعلمهاش مني هيتعلمها من مين؟ انت بتتكلم عن دي وجهه نظر انا بقول لك وجهه نظري فين. انا فاهمك انت بتتكلم عن الاخلاق والدين. طبعا دي معضله كبيره جدا بين فكره الاخلاق والدين والبدء قبل الحضر، الاخلاق قبل الدين والدين قبل الدين، حوار ده موضوع تاني يعني. بس ماشي، انا بكلمك برضو في صفه ان انت في اشخاص كتير جدا مش متدينه جدا خالص، واحد يعني بيطلعوا ناس معاك، هو مش معنى كده مش هتجوزها لو هي مش متدينه بس عينيها مليانه فيها كل مميزات الدنيا ومش متدينه، عادي مش حوار. انا بكلمك في صفات، يعني في واحده مثلا رفضت واحد اعرفه اوكي لانه بيشرب سجاير. القضيه ده مش سبب برضه، لا ما انا بكلمك في صفات بيطلبوا لك ما يكونش بيشرب سجاير، ما يكونش مش عارف ايه، فهو في ناس هي حره هي حره وده حر وكل واحد حر. ريد فلاج
انت فاهم؟ هو حر، كل واحد يختار يعني ايه، يختار اللي هو عايزه، كانه هو كانك كده بتختار جهاز مثلا، هو بيختار موبايل يعني يكون في صفات كذا ما يكونش في صفات عايزه فيه 3 كاميرات، يكون في 3 مش كاميرتين والكلام، هو بيتعاملوا كده. فهو يقول لك انا حر، تيجي تقول لواحد انت ازاي بتختار على الاساس ده يعني؟ تقول لك انا حر، انا مزاج، انا كده. انت مالك؟ انت ماشي، انت حر، بس انا عايز اقول لك انك انت، انا كراجل انت بتختاري غلط، صح؟ لان السجاير مثلا لا هتفيدك ولا هتضرك في شخصيته. يقول لك لا ده انا والدي لما جه يختار فلان قعد قال له سمعني القران كله. طب ما يسمعك القران هيتجوز عليك 2 و3. لا مش للدرجه بالظبط يعني، مش للدرجات دي. مش معنى انه يحافظ عليك، مش بالظبط. لكن في صفات انت لازم عشان تختار فيها شريك حياتك. انا بتكلم عن نفسي انا مثلا، انت عشان تختار شريك حياتك لازم تختار صفه تنعكس عليك انت، على حياتك انت معاه. يعني السجاير مش هتضره ولا تنفعك اصلا عشان تختار على اساسها. التدين انا وجهه نظري كده يعني مش هيأثر كده. لكن تشوف صفه، انا بشوفها في الست بقى، الصفه الجامعه المانعه اللي هي العين المليانه. العين المليانه والشبعانه زي ما قال حسن يوسف ليحيى الفخراني في مسلسل الحلميه، المشهد الجميل ده انا هعرضه في يعني لما نيجي نذيع يعني. قال له انت لازم تختار واحده، مش ما تختارش صفاء العمره دي يعني، انت لازم تختار واحده تكون عينها مليانه. عينها مليانه دي يعني مش هتبص لغيرك. اوكي. اساسا ما هو دلوقتي الست ممكن تقعد على الانستجرام زي ما قلت لك، صح. هتتفرج وهتشوف حاجات غريبه. ابو هشيم عيشه هتشوف ما هي لو انا مش مليانه هتبص للذكر ده. ايوه انت مش طبعا، مش انا ببص، ما انا ببص انا كمان، وانا بقعد اتفرج ابص. لكن لو انت عينك بتبص كده وهنا جامده ومش عارف ايه وخلاص صباح الفل. لكن انت لو عينك مليانه وتمام وبرضه هادي على نفسك كده خلاص مش هتتاثر. فاهم قصدك تمام. العين المليانه ايضا في الايه بقى، في مساله الحاجات. انا مع حيلتي كذا بقعد 10 قروش خلاص هم دول، هي هتكيف نفسها بدول، مش هتبقى عايشه. دي مهمه برضه، دي مهمه قوي، مش هتبقى عايشه هي في حاله اكلان مستمر. عارف انت حاله اصل جوز صاحبتي شغال في شركه مالتي انترناشونال _دوت_كوم. هي من غير ما تقول لك ده هينعكس على تصرفاتها وعلى سلوكياتها. ايوه. فالعين المليانه دي بس تشوف الصفه جماعه مناعه ان هي هتريحك تماما في حياتك. دي ست راضيه، والرضا ده بيخلق السعاده بشكل تلقائي. حققت الرضا انت حققت السعاده في حياتك باقل التكاليف، باقل اي حاجه. انت مش هتبص لحد، انت مش محتاج اصلا البشر من حواليك. فانا بشوف ان الصفه دي هي الانسان لازم يشوفها في الشريك بتاعه. انت بتتكلم كست، الست بقى عايزه ايه هي اللي تسال في ده. انا ما اقدرش ان احنا نتكلم في حاجه. لا هم عندهم مشكله، هم بجد 3/4 مش عارفين هم عايزين ايه. خباك دي مشكله رهيبه جدا ان هم فعلا. خلي بالك الراجل محدد وعارف هو عايز ايه في الست. جدا. الست مش عارفه جدا. الراجل طول الوقت، هو اي راجل تساله يقول لك انا عارف انا عاوز ايه في الست. اللي بيختلف عند الراجل يمكن مشاعره، وممكن على فكره يلاقي بنت بتفت كل الحاجات اللي هو بيحبها وعايزها بس مشاعره ما اتحركتش. تمام، ده وارد، المشاعر ما حدش بيتحكم فيها، بس البوينتس، النقط اللي انت بترتبط على اساسها لا بتبقى عارفها. البنت لا، وبتفضل طول الوقت تقارن، بتفضل طول الوقت خايفه مرعوبه، وبتقارن ما بين الواحد والتاني، وممكن تبقى تسال اصحابها وبتسال على جروبات وتقعد تحكي حاجات غريبه، وده اصل ده جاب لي هديه في عيد ميلادي عامله ازاي، وده جاب لي. ممكن تبقى بجد بتتكلم مع ولدين في نفس الوقت وعمال تقارن. بس ستوب، ما تعمليش كده يعني، ما تعمليش كده خلاص. خدي اقعدي مع نفسك، شوفي انت عاوزه تعملي ايه، قرارك ايه في الحياه. انا اعرف رجاله بالنسبه لهم، انا مثلا يقول لك انا مش هاخد بنت اصغر مني باقل، لازم تكون يعني 3 سنين وما اقل، يعني ما ينفعش تبقى اصغر مني في سنه او سنتين. في رجاله مثلا كده دي دماغها ليه، يقول لك عشان تبقى فكريا تضاهي الدماغ ومش عارف ايه، ما تبقاش دماغها اعلى من دماغي نبقى متوافقين. في ناس بتفكر كده، في ناس تقول لك لا ابقى انا وبنت مرتبطين قد بعض في السن، تبقى هي اكبر مني. دي قواعد هو حطها لنفسه. انت حاطه ايه لنفسك؟ مفيش. طب انت بتفكري في ايه؟ معرفش. طب انت عاوزاني؟ معرفش. طب انت عاوزاه؟ معرفش. طب مين اللي عارف؟ اجيب ابويا يقول لي طيب اجيب مين يقول؟ طب مين اللي عارف يعني؟ مين اللي ماسك بقى المعرفه في الموضوع؟ مشكله رهيبه قوي قوي قوي، لان البنت بتفضل زي ما انت بتقول ممكن تقعد لغايه سن ال 30 و35 بغض النظر انه انا مش بقول بقى بارت ومش بارت والمعتقدات الاجتماعيه السخيفه دي، مش دي وجهه نظري، بس وجهه نظري انه انت ممكن تقعدي لغايه 30 و35 مش عارفه تختاري. اقول لك على حاجه، والله لو قعدت ال50 هتعرفي تختاري، والله لو قعدت المليون سنه مش هتعرفي تختاري. انت عندك مشكله في الاختيار اصلا، انت بتضيع فرص كمان قدام. طبعا شخص بيكون كويس وشخص بيكون شاري فعلا، وانت بسبب اوهامك او اوهامك بتضيع الفرص دي اللي مقابل حاجات اوهام كلها يعني. وده لا يتعارض مع ان حضرتك عايزه تنجحي في حياتك، حضرتك عايزه تشتغلي، حضرتك عايزه تكملي مثلا دراستك، تعملي دراسات عليا، ملوش اي ادنى علاقه. عادي جدا على فكره، هو دوره انه يدعمك ودور انك ترضيه وتقدري دعمه ليكي. يعني
هي لعبه توازن. الراجل طول الوقت محتاج تقدير، محتاج يحس بالتقدير حتى لو وافق لك او وافق على موضوع بسيط. طبعا كلمه وافق دي بالنسبه لكم كفيمينست مشكله، يعني ايه وافق اصلا؟ مش من حقه انه يوافق او يرفض ده كاريري وحياتي. لا، انه قال لك تمام او انه وافقك وشاركك الفكره وقال لك انه تمام، دي حاجه تستحق منك التقدير ليه. هو هيبقى مبسوط على فكره بكلمه التقدير، مش عايز حاجه. ما هو بقى من ضمن الحاجات اللي الناس بتكسب من خلالها دلوقتي النديه، بيخلقوا نديه ما بين الراجل والست. ده لازم، مفيش نديه اساسي خالص على فكره، ده بالعكس، ده اساس، ده اول اساس اصلا. الاساس عارف انت الخوازيق اللي هي بتبقى في العمارات دي مثلا، الاساس حط الاساس في الاساس. في اي علاقه اي اتنين ايه التفاهم، في تفاهم ما بين الطرفين، خلاص خش يا باشا ودوس في اي حاجه وتعالى نتناقش. انت بتبقى بجد داخل الحوار كراجل عايز تتناقش، وهي داخله الحوار كست يلا نتخانق. بس انا بقول لك ليه بالظبط النديه حتى في الكلام وفي الحاجات اللي بتتكتب والحاجات اللي بتتنشر، في نديه كده الست والراجل لازم يقولوا ست كذا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها انت من حقك توافق لي وترفض لي وليه اقول لك حاضر وماشي، وهل ينفع اعمل له كوبايه الشاي ولا ما اعملوش كوبايه الشاي. في حاجات كده واقول له يا استاذ محمد ترى ياسمين ناس دول بياكلوا عيش طبعا الموضوع ده. ايوه يعني مثلا نموذج ياسمين عز ونموذج ياسمين عز والنموذج بتاع رضوى الشربيني. يعني اذا كان في ست او راجل قاعد بيتفرج على النسوان دول وقاعد فاهم ان في نديه اصلا من الراجل والست وقال لي وعمليش ومش عارف ايه، لا ده الناس دي لازم وقت يتوقدوا. لا والله العصر الوقت بتاع الناس دي بتاكل عيش من خلال بقى ايه الجمهور اللي بيتلقى الحاجات دي وقاعد بيتفاعل معاها. ايوه بس دي مش حياه خالص يا جماعه. لو الناس هتتعامل على اساس ان النديه دي، انا بتكلم بقى على فكره، خلي بالك انا بتكلم البنات والشباب اللي من سننا، انا بتكلم ايوه لا ما كانش بقى كل واحد حر. انا بتكلم عن بنات. احنا بصوا يا جماعه، احنا بنستهدف الناس اللي من 15 سنه ل 25 30 سنه اقصى حاجه. هو الجيل ده بتاعنا، ده هو الجيل ده اللي بقى له من 20 30 سنه مولود، ده هو ده الجيل، وحتى الجيل من 20 30 سنه، فهو ده الجيل اللي احنا بنستهدفه. احنا ما بنتكلمش بقى الرجاله الكبار والستات والناس دي، خلاص دول عالم تاني واعتبرهم يعني في كوكب بلوتو اصلا مش معانا، لان هو افكاره غيري، انا مش قادر اناقشه. انا هناقشه ليه؟ هتكلم ليه باسمه؟ ثقافه ثانيه. انا بتكلم الجيل اللي طالع، الشباب اللي طالع، البنات اللي في الجامعه لسه. تمام. لو انت شفت حد كويس او انت شفت واحده كويسه، امسك يا ابني فيها باسنانك. انت مش هتلاقي، شفت النموذج ما تقولش هنتظر يمكن يجي لي حاجه احسن. البنات على فكره بتفكر بالاتجاه ده. أيوة. يعني يجي لها حد كويس جدا تقول لك لا، طب ما ليه استعجل من دلوقتي واربط نفسي ببني ادم؟ طب ما انا ممكن يجي لي فرصه احسن. في ناس بتفكر حتى لو ما صرفوش نفسهم بده. ساذج ومستفز. انت بتضيع فرص عليك. الانسان ممكن يسعدك، انسانه ممكن تسعدك يا ابني. ما تقولش لا هي دي يعني. طب انا مستنى شويه ما اربطش نفسي من دلوقتي. انت تربط نفسك ليه؟ قلت لك سنه لسه بدرس اخر سنه. طب ما خلاص، ما انت خلاص. لا اصل انا هعمل دراسات عليا. ما تعملي. اصل انا هشتغل. ما تشتغل. لا واحد يقول لك ايه اللي يمنع؟ لا وما هي بقول لك اللي انا بكلمك فيه ان هو الحاجات بقى اللي بنستوردها يقول لك مثلا انا هتجوز بس مش هخلف، اصل الخلفه هتاثر عليا. يا عم عادي يا عم، احنا اتجوزنا وخلفنا. يعني انا عندي 28 سنه اتجوزت وخلفت، انا عندي 27 سنه وعادي جدا. تمام مفيش حاجه. ولسه متخرج اهو بقى لي 4 5 ما طلعلكش كرش على فكره. عادي انت زي الفل. انا من زمان. لا اصلا كده ماليش علاقه، بس عادي واتجوزنا وخلفنا مفيش اي حاجه تاثرت خالص. هتقول لي ظروفها غير ظروفي، اعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجه على فكره. انا بني ادم عادي جدا يا جماعه، يعني ما فيش اي حاجه فيا يعني لحد مثلا اداني فلوس اعمل حاجه، ولا حد اداني جنيه واحد بس. يعني جنيه واحد ما فيش حد اداهوني عشان اعمل حاجه عشان اتجوز. بالعكس، احنا الواحد استلف وراح شحت وراح عمل عشان يتجوز عادي جدا يعني. والحياه استمرت والحياه بتبقى كويسه جدا، مفيش اي خوف. بالعكس، الجواز او مش الجواز عموما، الارتباط بانسان بيعلمك فعلا، او بيعرفك، مش بيعلمك، بيعرفك انت كانسان مسؤول ولا لا. انسان تستطيع تتحمل مسؤوليه ولا لا. بيقويك انك تاخد قرار المسؤوليه. أيوة. ويلا لا عايز اعمل مثلا مشروع واجيب فلوس اكتر. أيوة. بيقويك على ده. يعني هو بيكشف لك شخصيتك، بيفضحك قدام نفسك. هل انت هتبقى مسؤول ولا لا؟ والمسؤوليه دي على فكره ما تتعلق انك تفتح بيت وكلام من ده، مش قصدي على ده. مسؤوليه حتى في شغلك، انك تبقى عندك في شغل عندك، تمام، تبقى مسؤول ولا لا وتنجح. الانسان اللي بيتحمل المسؤوليه هو الانسان اللي بينجح، الانسان اللي عنده الاحساس بالمسؤوليه، حتى الاحساس بالحته دي. لكن دلوقتي يقول لك لا انا عايز اغير الكارير بتاعي. يجي واحد شغال يقول لك انا عايز اعمل شيفت كارير، وانت شغال كويس يا ابني، بس تلاقيه بيقبض له حبه يقول لك اصل انا مش لاقي نفسي، اصل انا فقدت الشغف. دي برضه ده حوار لو دخلنا فيه مش هنخلص النهارده. الشغف لا دي كلمات. ده في حاجه، في علاقات بتفنى على الشغف. دي بقى ده نوع من العلاقات برضه، العلاقه ما بين الانسان والشغل بتاعه، العالم بتاعه.
يقول لك انا عايز يا ابني انت شغال كويس وبتقبض كويس جدا وفي خطوات، لا يقول لك اصل انا بقالي فتره، بقالي 5 سنين في الكارير بتاعي ما حصلش اي تطور. ايه التطور؟ انا اتذكر اهالينا ممكن يبقى قاعد شغال في شغلانه مثلا 25 سنه. انا مش بقول لك تبقى موظف 30 سنه موظف حكومي، انا في البطاقه صحفي، يعني مهنتي قدام الناس وقدام العالم وقدام الحكومه ان انا صح متسكن في حته الصحفي. حلو تمام. انا ما اجيش مثلا بعد 5 سنين انا زهقان، ما انا بزهق، وايه اللي بعمل الواحد بيعمله ده، وايه بتقعد نكتب ايه ونعمل ايه وننشر ايه الحوارات الهبله بيجي لي الهاجس ده على فكره. اكيد ايه الهبل ده، انا عايز اعمل حاجه تانية، بس انا مش راح رامي المهنه ورامي الشغلانه بتاعتي اللي انا باكل منها عيش بكسب. جرب الحاجه التانية وانت لسه معاك شغلتك وماشي فيها، جرب حاجه تانية مشكله. طب ما تطور نفسك وانت قاعد في مكانك بالظبط، ما تطور نفسك ولما رجلك تثبت امشي. ليه انقل؟ ليه اغير مثلا؟ انا مغير المهنه دي خالص وراميها، مقطع بطاقتي خالص، واروح مثلا اشغل مثلا في كول سنتر. في كول سنتر اشتغل، افتح لي شركه. طب ما افتح شركه وانا معايا الشغلانه بتاعتي، وجرب ومشي دنيتك عشان برضه عشان ما انت هتروح المكان ده برضه هتفقد شغفك برضه. صح. فهي برضو شايف كلمه مطاطه قوي، هتفضل طول الوقت انت عمال بتتحرك من مكان من نقطه لنقطه لنقطه، هتلاقي نفسك ما حققتش اي حاجه. صح. تلاقي بيمر بيك السنين، انت عندك الرفاهيه وانت صغير، انت عندك لسه 20 و25 سنه، عندك رفاهيه تغير وتغامر وتفشل وتنجح وتقع وكلام من ده. بس ليه بقى انا في ايدي مكتسب كبير وضيعه واقول اصل انا اجرب؟ الحياه مغامره وهنعيش مره واحده. طب ما تحملنيش بقى نتيجه فشلك وتقول العالم كله ابن وسخه وان العالم كله شياطين، وتقعد بقى تخاطب الانس والجن وتقول ان انا اتدمرت والعالم دمرني. يقول لك مثلا انا هسافر دلوقتي، الهاجس اللي بيصور الناس دلوقتي، الناس كلها والشباب كلها انا عايز اسافر. انا معلش، انا وجهه نظري انت فشلت هنا هتفشل هناك، هتفشل عشان شخصيه واحده بغض النظر عن الظروف، انت الشخصيه اللي بتتحكم في الموضوع. هتقول لي اصل في ناس نجحت بره، ما هو نجح بره عشان هو ناجح. لا هو هتقول لي طب ما في ناس راحت فشلت هنا ونجحت بره. قال لك لا هو بس هنا استسهل فطلع بره. هو طلع بره خلاص بقى قدامك معاك اكون ولا اكون، لان لو رجع من بره فاشل أكبر. لو رجع من بره فاشل هتبقى المشكله خلاص فيه هو، فهو بيعافر بقى هناك. صح. بيحرق بقى هناك. بالعكس انت هنا عندك كل وسائل النجاح في مصر هنا. طب انا هسألك سؤال ثابت. انت ليه شايف انه في مصر الموضوع ممكن يبقى اسهل كتير انك تنجح فيها عن ما تسافر بره؟ هو نجح بره علشان هو ما ينفعش يرجع يبقى فاشل. حلو. فهو بيعافر هناك، هو ما بيبقاش عافر هنا. ممكن مقاومات النجاح ممكن توفر له مثلا هناك، بس هو مش شرط النجاح يتحقق هناك، انت ممكن تحققه هنا. بالعكس انا بشوف، ادي وجهة نظري انا، النجاح هنا اسهل من بره. هنا في معوقات ممكن تحصل، طبيعي جدا، روتين بتاع تفاصيل ورق مش عارف ايه، ورق والحاجات دي، ده روتين وده النظام الدولي قايم على ده. يعني هي مصر قايمه كده وعدلتها كده بالطريقه دي، ما تجيش تقول لها هعدلها والكلام، هي عدلتها كده وحلوه والناس متعايشه واحنا متعايشين كده. هنا انت ممكن تنجح لان هنا احنا عندنا الحاجات بتمشي بالحب. انت ممكن تفتح مشروع بالحب من غير ما تبقى ليك ورق. عربيات القهوه والشاي في الشوارع دي صباح الفل. احنا دوله مش بتطبق القانون، لا خالص. احنا عندنا هنا روح القانون. انت ممكن تبقى انت عامل مخالفه ولا عامل اي حاجه، ويجي مثلا المسؤول او كده يقول لك طب خلاص ما تعملش كده تاني وروح اتكل على الله. ما شاف ايه، تبقى ماشي مثلا. ايوه هو المشاريع تبقى مثلا موضوع المشروع ده بتبقى انت مش مرخص، معهوش رخص، معهوش حاجه، بس يقول لك شاب بياكل عيش، شاب بياكل عيش، ممكن تخلص الموضوع ب 50 جنيه. ليه يا عم انزل العتبه وموسكي وفرشين في الشارع مخالفين لل ده وتمام، ما هو بياكل عيش كله عادي، وخد 50 جنيه وخلص الموضوع، والموضوع بيخلص يعني عادي بالحب كله. لان هي مصر قايمه على الحكايه دي من زمان جدا. عندنا حته برضه العاطفه، بره ما فيش العاطفه دي خالص. انت اخطات هتحاسب. مخالفه المرور انك انت تروح تقف قدام قاضي بيحاسبك وبيقول لك انت عملت كده وما عملتش كده ليه. انت هنا ممكن تبقى مخالف مثلا، فيجي الامين يقول لك امشي بس قدام كده شويه، تمام. كنا يعني انا بكلمك دي حالات فرديه، يعني انت القانون عندنا هنا بيطبق بايه، برحرحه شويه، في روح في بقى واحد يبقى معاه الرحرحه دي، في واحد يبقى مضايق عليك قوي ويرخم عليك قوي، كل واحد حر، تمام. انا بشوف ان مصر فيها المقومات دي، ان حاجات كتير بتمشي جدا بالحب، تمشي بتسهيلات كتير جدا. بره ما فيش كلام من ده، مفيش اي تهوى كده، هي حتى يقول لك معامله انجليزي. فانا بشوف ان هنا المقاومات النجاح هنا احنا ما بنحاولش، احنا مع اول فشل هنا بنقول لا انا ههج بره. طب هو بيروح هناك بيشتغل من اقل حاجه، من اول عامل في ماكدونالد، ولا بيروح عامل في امازون، ولا عامل في كلام ده، يروح يشتغل اقل حاجه هناك ويصعد. طب ليه انت ما اشتغلتش، بداتش من هنا؟ لا طب ليه انت في مصر هنا ما بداتش من الحته دي؟ لا انا هناك هبدا من هناك وهعافر وهشتغل بال 18 ساعه عشان ما ينفعش هرجع لاهلي فاشل، خلاص يبقى انا فاشل. فهو بيعافر هناك فبينجح، وفي ناس بتفشل بتكمل فشلها يعني وبترجع تاني. فانا بشوف ان يا جماعه نستنفذ كل الفرص هنا وكل المحاولات هنا في مصر بشتى يعني الاعمال والاشغال اللي ممكن نعملها،
وبعد كده هفكر بره. لكن ايه اللي يخلي عيل عنده 20 سنه وانا بكلم الشباب الصغير، انا مش بكلم واحد عنده 35 سنه 40 سنه، بالعكس انا اقول لك سافر، انت بقالك 20 سنه في مصر ولا 40 سنه في مصر ما عرفش حاجه. بالعكس انا هنا بقول لك سافر. على فكره انا بكلم شاب عنده 20 سنه يقول لك انا هخلص تعليمي وهسافر بره. طب انت حاولت هنا؟ طب انت جربت تفشل حتى هنا؟ انا هنا بتكلم الناس دي، انت يا حبيبي انت عندك فرصه انك تنجح هنا بس تشغل دماغك، ما يبقاش اسهل قرار عندك انك تسافر. يعني حب، انا بتكلم من المنطلق ده مش من منطلق نصيحه، بس من منطلق حب بلدك. يعني انت محتاج تحب بلدك، محتاج تعرف تحب عشان تعرف تدي. صح. ده في كل حد، دي بقى ده جزء من العلاقه ما بين الانسان وبلده، الانسان وشغله، الانسان ومستقبله، ده الجزء يعني الثاني في كلامنا يعني. صح. بس وبشكركم جدا، وان شاء الله نكمل المره الجايه. يلا بينا.